السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل لكم وصفه حلوه قوي مميزه عندي على القناه، ان شاء الله تعجبكم وقتها ده بصراحه. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب الاول عليه افضل الصلاه والسلام. جبت كيلو سكر، انا عاوزه شربات كتير. خلاص، هحط على كيلو السكر 3 كوبايات ميه، لان كيلو السكر 4 كوبايات من المج ده اهو. خلاص، هحط 3 كوبايات الا كمان، يعني مش كاملين اهو. انا عايزه شربات تقيل، الخطوه دي مهمه جدا. هعصر ليمونه صغيره مش كبيره، الليمون كتره في الشربات بيديله مزازه، احنا مش عاوزين كده. لو عندك معلقه عسل جلوكوز يا ريت، هتبقى احسن طبعا، بس انا ما عنديش. هحوش البذره واحطها على النار، خليها على نار عاليه في الاول، وبعد كده اوطي النار، اسيبها لمده 10 دقايق ربع ساعه، مش اكتر من كده. كيلو، جايبه نص كيلو كنافه، قسمته نصين، خدت نص كيلو بس اهو. طلعته من الفريزر على طول، فرولته ما اول ما تطلعيه، لان عملت كذا مره وحبيت ونسيته بعد ما طلعته، لا بيمررني وبقعد اقطع فيه، بياخد وقت. لكن اول ما تطلعيه بالشكل ده ما بياخدش معاكي 3 دقايق بصراحه، ويتفرول معاكي خالص اهو، يبقى عامل زي الرمله كده، وهو ده اللي انا محتاجاه المره دي. خلاص خلاص كده اهو، زي ما انت شايفه ما خدش وقت خالص بصراحه، يعني اهي. حتى نوع الكنافه نفسه حلو قوي، ما فيهوش تكتلات ولا حتت مخرزه كده، زي ما انت شايفه اهو. خلاص كده هحط عليهم حوالي 4 5 معالق سميد بسبوسه اهو، حوالي 5 معالق كبار، 6 معالق، يعني ما فيش مشكله، مش هتفرق معاكي لو كترت، يعني البسبوسه مش هتفرق خالص، بس تديكي طعم حلو. هحط سكر، حوالي 4 معالق سكر كبار. تمام، يبقى احنا حطينا نص كيلو كنافه، بس انا عامله صاج كبير. هحط الماده الدهنيه سمنه وزبده، سمنه بلدي وزبده. الماده الدهنيه بتفرق قوي في الطعم يا جماعه. الجلاش، الكنافه، البسبوسه، الماده الدهنيه بتفرق جدا في الطعم. فانا حطيت سمنه بلدي على زبده. الطاسه فيها زي ما احنا شايفين نص كيلو كنافه، 5 6 معالق سميد بسبوسه، 3 4 معالق سكر. هدعكم بقى بايدي دعكه حلوه قوي، ادخل الماده الدهنيه كده كويس جدا. هدعك الكنافه بالماده الدهنيه، لازم طبعا نحط ماده دهنيه كتير، لازم. يعني بعد ما هدعك هرش تاني كمان اهو، يعني كل ما احس ان هي محتاجه تاني هحط. يعني خدت لها تقريبا نص كوبايه، نص كوبايه، نص مج كده محترم، على النار، ونار هاديه خالص. هقولك هنعمل ايه دلوقتي. هنحط الجلاش بتاعنا. الميكس ده حلو قوي يا جماعه، لازم تجربوه، والله حلو فعلا. خلاص كده اهو، عملته على النار، يا دوب شوحته على النار، يعني بصي ما كملش 5 دقايق، ما خدش لون خالص، يا دوب اتشوح كده وعطاني ريحه حلوه. خلاص، انا مش عاوزه اكتر من كده. تشوحيه على النار حوالي 3 4 دقايق ايدك فيها، ما تديهاش لون خالص. هبتدي احط الجلاش بتاعي، هحط تحت لفتين جلاش وفوق لفتين جلاش. الصاج عندي كبير، بياخد كميه كبيره. خلاص هعمله، خلاص هكمل كله، ولازم احط ماده دهنيه كتير. الصاج ده غني جدا، مغذي. لو صينيه حتى، يعني لو عندك صينيه مش فارقه، بجد طعمها حلو. القطعه فيها مختلفه وطعمها يعجبكم جدا. زي ما احنا شايفين، نزود في الماده الدهنيه، ما نسترخص كده ونقلل، لا. الكنافه والجلاش والبسبوسه بيحبوا ماده دهنيه كتير. خلاص، خلصت كده، حطيت الجلاش بتاعي من تحت طبقة الجلاش، هنزل بالكنافة. هي خدت مني نص كيلو كنافة، والبسبوسة يا دوب، لان انا عاوزة طبقة حلوة كده، ما تبقاش طبقة خفيفة، لا تبقى طبقة كده ماسكة نفسها حلوة. خلاص كده فردناها اهو، يعني حلوة قوي، طعمها حلو قوي يا جماعة.
والله حتى لو هتاكليها كده طعمها مميز حلو جدا. حشوه حلوه، عايزه بقى تحطي مكسرات، عاوزه تحطي اي حاجه تاني براحتك. انا استكفيت بكده، طعمها كده حلو قوي، طعمها مميز، مش محتاجه احط حاجه تاني. هنحط الطبقه التانية، بس اهم حاجه نقفل كده من الاطراف واحنا بنعمل عشان مفيش حاجه تطلع بره اهو. نقفل كده وندخل بطراطيف صوابعنا كده، الخطوه دي مهمه، وندهن. انا الشربات بتاعي هيخلص، انا عاوزاه سخن مش عاوزاه بارد. هو على النار الشربات دلوقتي والفرن والع، عشان اول ما اخلص ادخل الصاج الفرن. تمام، اخلص كل الكميه اللي عندي اهو. تمام كده، وانا بحط ورقتين 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 وادهن. تمام اهو زي ما احنا شايفين. خلاص كده اهو، خلاص كده هبتدي اقطع بقى. هسيبها بس تضغطي عليها كويس قوي بايديكي، اضغطي كويس جدا. تمام اهو. وبعد كده ايه، نسيبها شويه ونقطع. الخطوه دي مهمه، ان انت تسيبيها تخلي الجلاش يتشمع مع السمنه. هيتقطع معاكي بمنتهى السهوله. خلاص انا سبتها طبعا شويه، بس يعني بمشي الفيديو. بتسيبيها شويه بتلاقيها اتقطعت معاكي بمنتهى السهوله، مسكت في بعض كده وتبقى سهله عليكي. خلاص اهو، انا بقطعها، بحب القطع الكبيره. براحتك انت طبعا التقطيع، تعمليها مثلثات، سمبوكسات، مربع، زي ما انا عامله مستطيل، يعني براحتك خالص. قطعتوها وخلاص اهو. ارش تاني سمنه على الوش. الخطوه دي مهمه للون بقى كمان، تديكي لون حلو للصينيه بتاعتك. خلاص كده الفرن بتاعنا والع. الخطوه دي مهمه جدا، لازم الصاج او الصينيه يدخلوا الفرن يبقى سخن جدا. طبعا الخطوات دي احنا كلنا حافظينها، يعني انا يعني للتذكير مش اكتر. خلاص كده على الفرن بتاعنا. ادي الشربات طلعته من على النار. الخطوه دي مهمه، ان انت تحطي الفانيليا، بنحطها في الاخر طبعا بعد ما نحوشها من على النار. الخطوه المهمه بقى ان احنا نحط معلقه سمنه بلدي في الشربات. الخطوه دي بتخلي لك الشربات تحفه. انا لازم اعمل كده في اي شربات، شربات للكنافه، للبسبوسه، للجلاش. انا بعمل لازم الخطوه دي، معلقه السمنه دي. حتى لو مش حاطه سمنه بلدي في الجلاش او الكنافه او البسبوسه، كانك حاطه وبغرقيها. خلاص اهو، طلع ما شاء الله اللون مظبوط، حلو قوي اللون زي ما انت شايفه. الشربات سخن والجلاش سخن، هيطلع لك بصي مقرمش وتحفه، من جوه طري ومن بره مقرمش، والله حلوه قوي بجد. طبعا هحط شربات كتير، هي هتاخد كميه الشربات كلها اللي انا عملتها، لان زي ما انا قلت لك الصاج كبير، والكنافه بتشرب شربات، والبسبوسه والجلاش فهتاخد شربات براحتها. كل ما نحتاج نكب تاني. خلاص كده نسيبها ترتاح بس شويه، وابتدي اطلعها لك دلوقتي اوريكي القطعه عامله ازاي. لازم تجربوها بجد، حلوه. شايفه عامله ازاي؟ شايفين القطعه ما شاء الله بجد حلوه قوي، والله فعلا التسويه مظبوطه، اللون حلو قوي. جربوها بجد حلوه، طعمها حلو، مش عشان انا عاملاها، لا بجد والله حلوه جدا. الكنافه لما بتبقاش محمره بتدي طعم احلى بكتير. دي طعم ودي طعم، بس انا بحب اكتر الكنافه ما تكونش غامقه، ما تكونش متحمره قوي. خلاص اتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، وبالف هنا ومع السلامه.